السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا طلابنا عاملين ايه؟ تالتة اعدادي منورينا النهارده يا حبايبي. النهارده ان شاء الله يا جماعة هنحل المحافظة التالتة والرابعة. تركيز بقى معايا يا جماعة كده عشان هنقول شوية افكار هتعجبكم جدا جدا جدا. يلا بينا كده يا جماعة. اول امتحان معانا يا جماعة هي محافظة الاسكندرية. هنبدأ كده اول محافظة كده يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك علي اند مجدي. لو سمحت لما تيجي تحل المحادثة لازم تقرأ من أول العنوان فوق، من أول الحتة دي كده. لازم تبدأ من أول الحتة دي كده على طول. علي أند مجدي، علي ومجدي ار توكينج بيتحدثوا about عن ذا رومان ميوزيوم، المتحف الروماني in ألكسندريا. فعلي بيكلم مجدي بيقول له إيه؟ بيقول له هاي مجدي، have you ever visited the Roman Museum in Alexandria؟ هل أنت رحت زرت الرومان ميوزيوم، متحف روماني في اسكندريه؟ رحت زرته قبل كده؟ فمجدي هيقول له كذا. انا مش هقول ولا ولا لا غير لما اقرا المحادثه كلها. فمجدي قال له كذا، قال له I don't know much about it. قال له انا ما اعرفش حاجات كتير عنه. فعلي بيقول له it was reopened، هو فتح، اعاد افتتاحه تاني لاست اكتوبر، اكتوبر اللي فات، بعد تقريبا 20 years 20 سنه being closed، من ساعه لما اتقفل. طيب فمجدي سأله سؤال، فعلي قال له انه اتفتح في 1892 يا قلبي. فمجدي بيقول لعلي، سأله سؤال تاني فرد عليه قال له it contains، هو بيحتوي على 10,000 pieces of Roman monuments، بيحتوي على 10,000 قطعة من الآثار الرومانية. نبدأ بقى كده يا جماعة، نبدأ نحل ونشوف الدنيا ماشية ازاي. كده احنا عرفنا ان هو بيتكلموا على المتحف الروماني، كده احنا فهمنا الكلام ده. فعلي بيقول له هل انت زرت المتحف الروماني قبل كده؟ هيقول له كذا، فقال له انا مش عارف كتير عنه، يبقى ده معناه ان هو ما راحش. فهيقول له نو كما، وتجيب بقى هاف دي هنا، تنزل هاف هتنزل اي. بس طبعا طالما في نو يبقى انت عايز تنفع تقول هافنت. نو اي هافنت. السؤال اللي بعده بيقول له it wasn't reopened، ان هو اتفتح بعد تقريبا 20 سنة من قفله. فمجدي بيسأل سؤال تاني، ايه هو السؤال؟ هنعرف دلوقتي. فعلي قال له انه اتفتح في 1892. يبقى هنسأل بقى ايه؟ هنسأله سؤال اتفتح امتى؟ عايز اعمل سؤال. السؤال يا جماعة بيتكون من ايه؟ من حاجة اسمها أداة استفهام زائد فعل مساعد زائد فاعل زائد يا شباب فعل اساسي. عايزين اداه استفهام. اداه استفهام هنا تبدا بايه؟ بكلمه اللي بقولها دبليو اتش، اللي هو متى. متى يعني ايه؟ وين. ادي وين اهي. عايزين فعل مساعد. الفعل المساعد بيجي من تحت اللي هو واز اهو. عايز الفاعل. الفاعل بتلاقيه اول كلمه تحت اللي هي ات، ادي ات. عايز الفعل الاساسي بتلاقيه بعد الفعل اللي تحت، ادي الفعل بعد الفعل المساعد اللي تحت اللي هو بيلت ده. هنكتب هنا بيلت. ادي يا سيدي كده السؤال. معناه متى فتح او متى اتبنى امتى؟ فقال له 1892. فمجدي بيسأل علي بيقول له اتفتح امتى؟ قال له يا قلبي انه بيحتوي، لا سأل سؤال ما نعرفش ايه السؤال، فقال له انه بيحتوي على 10,000 قطعة رومانية. وهو بيحتوي على ايه؟ ايه اللي هو بيحتويه؟ فهنقول وات أداة استفهام. عايزين فعل مساعد في اس تحت يبقى does. عايزين فاعل اللي هو تحت it. عايزين فعل اساسي اللي هو contain. ده معناها اللي هو بيحتوي على ايه. اللي بعده. فمجدي بيسأل علي بيقول له لما لا احنا نزوره يوم الجمعة اللي جاية؟ ليه ما نزوروش يوم الجمعة اللي جاية؟ طبعا لما بيقول لك لما لا يعني ده بيقترح عليه، ايه رأيك نزوره يعني؟ هيقول له مثلا جريت ايديا، انها فكرة جميلة. جريت ايديا انها فكرة جميلة. دي اي ودي اي. قال له طب اين نستطيع ان احنا نتقابل؟ هنتقابل مع بعض امتى؟ قال له مثلا in front of امام ذا كلاب، امام النادي مثلا. هنتقابل امام النادي. تعال نبدا بقى يا جماعه نحل القطعه المغلقه الفيل ان ذا جابس، نملأ الفراغات. تعالى كده نشوف هي بتتكلم على ايه. بيبدا كده يا جماعه معانا الكلام بيقول بايكت معناها ركب الدراجه.
ستريس معناها ضغط، اندورز معناها بالداخل، فري مجاني، او الدور بالخارج، بايكنج برضو ركوب الدراجه. فتعال نشوف الكلام بيتكلم عليه. لما تيجي تحل القطعه دي يا جماعه لازم تقراها كلها الاول، ما تحلش كده على طول، لازم تقرا كله الاول يا فندم. فهو هنا بيقول لك ايه؟ دونت واست، ما تضيعش يور تايم، وقتك في لعب الفيديو جيمز، العاب الفيديو جيمز. حاول تعمل ايه؟ انشطه. انه من المنصوح انك جو ووكينج، تمشي، وايه، في الهواء الطلق. These activities، هذه الأنشطة help us، بتساعدنا نتجنب البولوشن، التلوث. It also، إنه أيضا من السهل، طريقة سهلة إنك تهرب من إيه. You can، أنت تستطيع تقضي إيه وقتك الإيه في عمل أي أشياء أو أي نشاط مفيد أنت بتحبه أكتر. تعال نبدأ بقى كده يا جماعة نحل. أول حاجة كده يا جماعة بيقول لك هنا، بيقول لك ما تضيعش وقتك في لعب الفيديو جيمز، وحاول تعمل ايه؟ اعمل ايه يعني؟ حاول تعمل انشطه ايه؟ او الدور، انشطه خارجيه، يعني ما تبقاش تعمل حاجات اندور، اطلع بره اعمل اي حاجه انشطه خارجيه. فبيقولوا من المنصوح انك تتمشى وايه، وتعمل ايه تاني؟ تتمشى وايه، وبايكنج. طبعا هنا في اي ان جي، انا عايز هنا اي ان جي دي، يبقى هنا بايكنج. تمام. في الهواء الطلق. This activities، هذه الأنشطة يا قلبي بتساعدنا نتجنب حاجة كده التلوث. إنه أيضا من السهل، طريقة سهلة إنك تهرب من الإيه؟ ستريس. دي الطريقة السهلة إنك تهرب من الضغط. أنت تستطيع تقضي يور إيه؟ وقتك الإيه بقى؟ يبقى وقتك أكيد الفري، الفاضي. تعال نبدأ يا شباب نشوف الجزء اللي بعده. فوتبول. لما تيجي تحل القطعة دي اعملها بطريقة معينة. أقول لك تحلها إزاي؟ ما تستعجلش. بمعنى لما تيجي تحل القطعه لازم تقراها كلها الاول بطريقه كروته. ايه ده كروته؟ مستر انت بتقول لنا نحلها بكروته؟ نقراها بكروته ازاي يا مستر؟ يا ابني اصبر، ما تستعجلش، اصبر. انت يا فندم هتقراها كلها بكروته كده بسرعه، تفهم الفكره بتتكلم عن ايه، وبعد كده تخش على الاسئله. اقرا الاسئله بس باتقان شويه، بفهم شويه، تركز فيها اكتر. فهترجع للقطعه تاني. لما تيجي بقى ترجع للقطعه تاني اقراها بقى ايه، واحده واحده. فوق بقى معايا. هسأل سؤال دلوقتي واحنا بنشرح، اللي هيحله هياخد 50 جنيه. هنشوف مين اللي هيحله. اول واحد في التعليقات هو اللي هيفش ال 50 جنيه دي. يا ترى مين هيحل السؤال ده؟ هنشوف. السؤال هنا بقى بيقول لك ايه يا قلبي؟ بيقول لك فوتبول. قبل ما تعال نقرا بس الاول كده بكراتة زي ما اتفقنا. كرة القدم از ذا موست بوبولار سبورت، اكتر لعبة مشهورة جدا في جميع انحاء العالم. a lot of، كثيرا من people، الناس بيلعبوها. watch it، وبيشاهدوها، و speak about، وبيتكلموا عنها. what make، وهذا اللي بيجعل كرة القدم highly exciting، دايما في ارتفاع عالي. وبلاير، واللاعب يستطيع perfectly، يلعب بتحكم فعال في الكوره. with each part، مع كل جزء من ايه، من بدن من الجسم، ما عدا ايديه ودراعاته. طبعا بيلعب بكل حاجه بجسمه ما عدا ايده ودراعاته. شامبيونشيب، البطوله او البطولات ان فوتبول، في كره القدم، تقريبا كده held in all countries، معمول عليها عقد في جميع الدول، يعني كل الدول مشاركه فيها في العالم. there are، يوجد. there are معناها يوجد يا فندم، وبيجي بعدها اسم جمع، ادي اسم جمع. وهي ايضا كونتانتل، بتحتوي على بطولات. which، اللي بتسمى the cup of nations، كاس العالم. فوتبول، كرة القدم also بتكون ايضا تشتمل على اولمبياد جيمز but، ولكن the most important championship، ولكن معظم البطولات المهمة في كرة القدم بتكون وورلد كاب، في كاس العالم. يبقى ده كده، ده كاس الأمم اللي هو بتاع المنطقة المحلية، وده بقى فيه كاس بقى عالم بقى، ده كبير قوي. إنها إيه، بتكون بروفيشنال شامبيونشيب، يعني أو شامبيون، إنها بطولة محترفة جدا اللي بتنظم بواسطة الفيفا. هي مين اللي بتنظم بقى؟ أكيد أنت فهمت أنا بتكلم على إيه. أند هيلد، ويتم عقدها بين ناشونال فوتبول تيمز، بين فرق قومية كرة القدم every 4 years،
كل 4 سنين، والفرقه دي every continent compete to represent بتحمل او بتشمل الدول بتاعتها اللي هي بتكسب وورلد كاب كاس العالم. فوتبول is costly sport as players. اللي بيقول لك ان كرة القدم دي بتكون اللعيبه فيها طبعا يا جماعه متكلفه جدا. ارسولدو بيتباعوا بفيري هاي برايس، باسعار عاليه جدا. مليونز ملايين بتدفع كل سنه اون فيلد في هذه المجالات والتدريبات انت سبورت وير، وفي الملابس اللي بيلبسوها بتاعت الرياضيه. لو انا كنت لاعب رياضي انا كنت هكون اكثر شهره من موفي ستار، من افلام الموفي كمان. تعالى بقى نبدا يا جماعه نشوف القطعه بتتكلم، الاسئله بتتكلم على ايه. بيقول لك هنا the passage is about، القطعه بتتكلم عن ايه؟ the most popular sport all over the world، على الرياضة المشهورة في جميع أنحاء العالم، ولا بتتكلم عن the most famous place، مكان مشهور جدا في مصر، ولا the richest man، الرجل الغني في العالم، ولا the best movie star، على نجم أفلام، أفضل نجم أفلام. أكيد طبعا أنا شايف إن هي the most popular sport all over the world. اتنين بيقول لك ان فوتبول، في كرة القدم ابلاير، اللاعب لا يستطيع يلمس الكورة بإيه؟ يلمسها بإيه؟ لا يستطيع يلمس الكورة بإيه؟ بكل جزء من جسمه ما عدا هاندس أو دراعاته، بدراعاته وإيده، بكل جسمه، بدماغه. هسيب لكم انتوا بقى تحلوا السؤال ده، يلا في التعليقات وروني بقى تحلوه ازاي. السؤال اللي بعده يا شباب بيقول لك ايه؟ ذا وورلد كاب، كاس العالم في كرة القدم، بيكون يتم عقده كل كام سنة؟ 4 years، 4 سنين. كلمة ات ده عايد على ايه؟ على كاس، فاكر؟ تعالى نرجع لها كده. عايدة يا شباب على وورلد كاب، كاس العالم. تمام؟ اللي بعده 5 بيقول له give a suitable title for the second paragraph، اعطي عنوان مناسب للباراجراف الثاني. طيب وهنقرا ده كمان عشان ما نقعدش نروح ونرجع للقطعه تاني. do you think، هل تعتقد ان كرة القدم سوف remain، تذكر الناس the most popular sport in Egypt، why not؟ يعني هل تعتقد ان هي الحاجه الاساسيه او اكتر حاجه مشهوره في مصر؟ اكيد طبعا هي المشهوره. تعال نبدا بقى نشوف الاجابات من فوق. عايزين نعطي عنوان مناسب الاول كده للقطعه الثانيه. عنوان مناسب دايما بتلاقيه في اول حاجه، يعني هنقول مثلا دي القطعه الاولانيه، ودي القطعه الثانيه، ودي القطعه الثانيه الثالثه. هو بيقول لك عايز القطعه الثانيه دي، هتقول له شامبيونشيب ان فوتبول، دي اهم حاجه العنوان المناسب بتاعها، البطولات اللي في كرة القدم، عشان هو بيتكلم على البطولات كلها. السؤال اللي بعده قال لك ايه؟ هل تعتقد كرة القدم بتكون هي اكثر رياضة مشهورة في مصر؟ اكيد طبعا يس، because لان هي بتكون was، او بلاش was بقى، is بتكون more مثلا exciting، انها بتكون شيقة جدا او مثيرة جدا. تعال نشوف يا جماعه الاسئله بقى اللي بعدها بتقول لك ايه. نبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعه. حاجه كده اكسبنسيف، بتكون غاليه، اشياء غاليه الناس بتلبسها، زي رينج، الخواتم، والنكلس، والحلقان، والعقد. ده اكيد الجولري اللي هو المجوهرات. 2 بيقول لك حاجه كده بتكون الناس اللي بتشاهد الرياضه في الاستاد. الناس اللي بتشاهد الرياضه دي بيكون ايه يا جماعه؟ سبكتيتورز، المشاهدين. دونت فورجيت، اوعى تنسى تجيب لي النوت بوك بتاعتك. عايز بقى عكس كلمه فورجيت، ينسى. عكس ينسى ايه؟ يتذكر، ريمبر. 4 adjective، الصفه من كلمه انترست دي، شيق، هنحط لها ايه يا جماعه؟ ايدي، interested. 5 حاجة كده بتعني انك بتجعل
الآلة تتوقف عن العمل يبقى ده اسمه turn off. My parents والدي عادة support us بيدعمونا ان هم ايه؟ نحقق اهدافنا. هتبقى ايه يا جماعة؟ بيدعمونا ان هم ايه؟ بيشجعونا، يبقى encourage بيشجعونا. What time نقط the first lesson start؟ طبعا هنا يا جماعة the first lesson دي مفرد يا شباب مش جمع، دي مفرد. فطالما هي مفرد فانا عايز هنا بدل do انا عايز does. اللي بعد بيقول لك as I نقط as دي بيجي بعدها ماضي مستمر يعني was او were زائد فعل اخره اي ان جي يا شباب. عايز انا الشكل ده كده. طيب ادي as اهي، ادي اي عايزه was او was، ادي was وكلمه give دي نحط لها ان جي، بس اشيل الاي دي تحط هتبقى giving كده. ماي انكل عمي غادر للندن بكره از ارينج. طبعا ارينج دي من الكلمات اللي تدل على المضارع المستمر. طبعا في كلمات تدل على المضارع المستمر كتير، تعال نقول كده بعض منها. زي ايه كلمات تدل على المضارع المستمر يا جماعه؟ عندك كلمه مثلا arrange دي كلمه تدل على المضارع المستمر. في عندك بريبير، في arrangement لو انت بتتكلم كاسم arrangement، في preparation اللي هو التجهيز ولا حاجه، وعندك كلمه بيرثداي عيد ميلاد، دي كلها كلمات داله. وعندك في كلمات تانية برضو زي اسمها بارتي حفله، وعندك برضو يا جماعه كلمه اسمها ماريد زواج، وعندك كلمه اسمها بوكد تيكت حجز تذكره. كل الكلمات دي يا جماعه دل على المضارع المستمر. في كلمات برضو تانية زي لوك ليسن ناو ات ذا مومنت ات بريزنت اهي، لوك listen now at the moment at present، وفي look out watch out still today tonight. كل دي يا قلبي كلمات دالة على المضارع المستمر. كل دي كلمات دالة على المضارع المستمر. يلا بينا يا جماعة نكمل تاني كلامنا كله، يركز معانا. السؤال رقم 4 بيقول لك ايه بقى؟ لا السؤال رقم 3 يبقى عمي هيغادر لندن بكره وده مترتب. انا عايز مضارع مستمر عشان الكلمات دي دالة على المضارع المستمر. عمي مفرد فنحط اس، وكلمة ليف دي نحط لها ان جي هتبقى is leaving. I haven't finished ايه اللي بتيجي في النفي؟ مش already، لا ده اللي بتيجي في النفي yet يا استاذ. السؤال اللي بعده يا جماعه بيقول لك you know at might always انت ايه دائما بتاكل هيلث فود طعام صحي، ودي اسمها ماي ادفايس دي نصيحتي. طالما بيتكلم عن النصيحه يبقى دي عايزه شد. طالما بيتكلم على النصيحه يبقى بتتكلم في شد. طبعا شد بيجي بعدها فعل في المصدر وبيجي قبلها يا شباب فعل. دي قاعده مهمه جدا محتاج انك انت تعرفها. خلصنا كده يا جماعه اول امتحان. في كام جزئيه كده عايز اكلمكم فيها برضو عن المحادثات. المحادثه عامله مشكله لناس كتير قوي. قبل ما اخش على الامتحان التاني هقول لك شويه افكار كده في المحادثه هتعجبك جدا 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 جدا. كله ركز بقى معايا كده يا جماعه. اول جزئيه معايا كده يا جماعه، بص كده الامثله دي كده ركزوا معايا. where do you live؟ where does he live؟ كله ركز معايا كده، اديكم كام مثال اللي هيعجبكم قوي. where did you live؟ تمام كده يا شباب، ركزوا بس معايا كده الاول. مثال كمان where are you living؟ where is she living؟ where have you living؟ تمام كده. طيب تعالى نبدأ نحل كده يا جماعة شوية الأفكار دي وهتفهم قصدي إيه. هتلاقي نفسك بتعرف تحل أي محادثة هتقابلك بعد كده. نبدأ كده يا جماعة نحل. أول مثال بيقول لك إيه؟ أين أنت تعيش؟ عايش فين؟ لما يعمل لك سؤال يقول لك بأداة استفهام كده بأين، أو مش شرط أين، أي كلمة أولها WH
حضرتك بتجاوب بيس او نو. لا يا مستر ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ايوه فعلا، ايه اللي انا بقوله ده؟ انت مش بتجاوب بيس ونو، امال انت بتعمل ايه؟ امتى بتجاوب بيس ونو؟ لما يبدا بافعال مساعده او افعال ناقصه. طب ايه الافعال المساعده اللي هي ام از ار هاف هاز واز وير دو داز ديد؟ ده كده بتجاوب بيس ونو، تمام كده؟ طب لو انت هتعمل سؤال باداه استفهام كلمه اولها دبليو اتش، يبقى اجابتك ساعتها يا فندم بتبقى بيس او ما بتبقاش بيس ونو، بتبقى كلام في كلام في الموضوع. زي ايه غير يس ونو بقى؟ تعال ناخد مثال هتفهم قصدي. اين انت تعيش؟ عايش فين؟ اروح انا اقول له عايش في اسكندريه مثلا، هتقول له ان اليكس. بتيجي عند دو دي بقى، بص 3 كلمات ما بينزلوش اي من الافعال المساعده، دو وداز وديد، استحاله تنزلهم، استحاله تنزلهم، ولا دو ولا داز ولا ديد اوعى تنزلهم. ليه؟ دول قنبله، بتحذف فيهم قنبله، ما بينزلوش خالص في الجمله. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ يعني انت دو دي كده مش هتنزلهم، ولا انزل مين؟ هنزل اللي بعدها يو، اللي هي هتنزل ايه بقى؟ اي. يو دايما بتنزل اي. بص عندك يو تنزل لاي، واي تنزل ليو، وعندك ام تنزل لار، وار تنزل لام. احفظوها. طيب ادي وير خدت الاجابه بتاعتها ان اليكس في اسكندريه. دو تنزل؟ لا. يو تنزل؟ تنزل عادي. تنزل ايه؟ ليو. ليف تنزل؟ هتنزل زي ما هي اهي، انا عشت في اسكندريه. هتفهم اكتر لما تيجي. بص لما اخلص 3 اسئله قول لي يا مستر مش فاهم، حقك، بس ما تقوليش دلوقتي مش فاهم، اصبر عليا. Where does he live؟ أين هو يعيش؟ هو عايش فين؟ بتمسك وير تجيب منها المفيد. عايش فين؟ هنخليها برضو اسكندرية. in Alex. does هنعمل فيها ايه؟ مش هتنزل، احنا قلنا do does وديد ما بينزلوش. امسك هي تنزل؟ هي تنزل اهي. ليف هتنزل؟ هتنزل اهي ليف. بس احنا كده خلصنا الجمله. بس طالما هنا لقيت اس في كلمه does، يعني لقيت does فوق، بتحط للفعل اللي تحت اس، بقت هي ليفز ان الكسندريا. طب بص اللي بعده كده، اين انت تعيش؟ عايش فين؟ بتمسك وير تجيب منها المفيد. ان اليكس عايش في اسكندريه. كده الجمله خلصت؟ لا لسه كمل. اعمل ايه؟ فاضل ديد ما بتنزلش. يو تنزل اي. ليف هتنزل ما هي، بس عشان هنا في ديد بقى هتنزل هنا بقى، هنحط لها هنا دي عشان تبقى ليف مودي. ناخد مثال تاني اشوف انتوا فهمتوا ولا لا. وير، بص الحته دي، does she build؟ معناها أين هي تبني؟ بنت فين؟ يعني نقول مثلا في القاهرة in كايرو. أحل المثال ده إزاي؟ أمسك بعد does اللي هي she تنزل زي ما هي she، build هتنزل زي ما هي build أهي. بس هنا عشان في does بقى هنحط الكلمة اللي تحت دي اس، وبكده خلصنا الجزئية دي. اللي بعده where are you living؟ أين أنت تعيش؟ عايش فين؟ برضه in ألكسندريا أو in أليكس أي مكان. كمل. بعد ما خلصت in أليكس امسك الكلمة اللي بعدها are you. are you امسك you. are ما بتنزلش بتتحول. طب يعني ايه؟ يعني where اهي جبناها اسكندرية. are اعمل فيها ايه؟ ما بتنزلش. الافعال التانية بقى بتقول ايه؟ خد اللي بعدي ثم خدني. يعني اخد يو تنزل لاي، وار تنزل ام، وليفنج تنزل زي ما هي ليفنج، زي ما انت شايف كده. يبقى I am living in Alex. Where is she living؟ اين هي تعيش؟ عايشة فين؟ امسك in واقول المكان in مثلا أليكس برضو. اعمل ايه في is؟ مش هتنزل، هتاخد اللي بعدها ثم خدها. ادي she is. طب living تنزل زي ما هي living. اللي بعده اين انت تعيش؟ معلش هنا يا جماعه عذرا، هنا في اي دي ليه؟ عشان هنا هاف بيجي بعدها تصريف ثالث مش فعل اخرونجي. المهم where have you lived؟ اين انت عشت؟ عشت فين؟ هنقول مثلا in واي منطقه in اليكس مثلا. همسك هاف اخد اللي بعدها، يو تنزل ايه؟ اي. هاف ثم تنزل هاف عادي زي ما هي. lived هتنزل زي ما هي lived. دي شويه افكار يا جماعه عندك في المحادثه. كده لو انت قابلت اي محادثه ان شاء الله تعرف تحلها. تنساش بس ان انت لازم تبقى عارف ايه هو الفعل المساعد، هو الفعل الناقص، لازم الحاجات دي كلها يا فندم تكون عارفها بيه. طيب احنا كده يا شباب خلصنا جزئيه مهمه جدا. تعالى بينا بقى
نرجع للامتحان. يلا بينا يا شباب على محافظة القلوبية الامتحان الرابع. أول حاجة كده يا جماعة بيقول لنا إيه؟ مجدي عايز يشتري نيو موبايل فون، يشتري تليفون جديد. فشوف اسيستنت المحل البائع بيقول له هلو هاو كان اي هيلب يو، اساعدك ازاي؟ فمجدي قال له كذا، هتساعدني بطريقه معينه، هعوز حاجه معينه. قال له طب وات كايند، ايه نوع الموبايل اللي انت عايزه؟ يبقى هو بيساله بيقول له ايه الموبايل اللي انت عايز، اساعدك ازاي؟ هيقول له مثلا عايز اشتري موبايل. I want to buy a phone، عايز اشتري فون او موبايل. عايز تقول بدل فون دي موبايل، مفيش اي مشكله. طب ايه نوع الموبايل اللي انت عايزه؟ فمجدي قال له التليفون نوعه كذا، ايه هو؟ مثلا سمارت فون. فالشوب اسيستنت بيقول له فالشوب اسيستنت بيقول له، قال له حاجه، فمجدي قال له ده عظيم، ده بكام ده؟ يبقى هو بيقول له ايه رايك فيه؟ what do you think، دي معناها ما رايك. what do you think of this one، عايز يقول له ما رايك في هذا التليفون. فقال له السجريت ده عظيم قوي، ده بكام ده بقى؟ هيقول له مثلا 5 باوندز. طبعا مش 5 باوندز، هتحط لها 3 اصفار كده عشان مثلا يبقى ب 5000 مثلا. قال له هير يو ار، اتفضل. قال له اتفضل الموبايل اهوت. فهيقول له مجدي قال له اتفضل الفلوس اهي. فشوف اسيستنت هيقول له حاجه كده، قال له لا شكرا. يبقى عايز اي حاجه تاني، عايز اقول يعني مثلا لما اجي اقول لك حاجه تانيه، ازاي بقى؟ اسمها ايه؟ anything else، دي معناها حاجه تانيه، حابب حاجه تانيه، وهكذا. تعال نبدا يا جماعه نحل بقى القطعه الجميله دي. importance معناها مهم او اهميه، معناها اهميه. physical بدني. pulling التنمر. الاصفر ده باين معاك ولا ايه؟ تعال نغيره. التنمر. مور اكثر. important مهم. most معظم. تعال نحل كده الاسئله. تينيجرز، هنقرا كله الاول بسرعه كده. تينيجر المراهقين حول العالم بيبقى معاهم كتير قوي من المشاكل، في مشاكل كتير قوي. واحده منهم خلي بالك one of دي بيجي بعدها اسم جمع. one of these، واحده من تلك المشاكل بتكون كذا، اكيد البولينج التنمر. اللي بيكون باد افكت ده بيبقى فيه تاثير سيء جدا اون تينيجرز على المراهقين. اتس انه تو. طبعا اتس دي بيجي بعدها في قاعده اصلا اسمها اتس صفه، تو والمصدر. يبقى هو عايز صفه، هو جاب لك اتس اهيت وجايب لك تو والمصدر، يبقى هو عايز صفه. الصفه هنا في الاختيارات importance ولا important؟ لا هي important دي. يبقى الاجابه في رقم 2 يا جماعه هتبقى important. تمام. إنها من المهم إنك تحافظ العقلية اللي بيوجد مختلف الأنواع من التنمر. في طبعا اختلاف أنواع جدا من التنمر، هم بيكونوا وفيربال وإيموشنال وبولينج. يعني في تنمر بالإيد وتنمر بالحركة، وطبعا التنمر ده من الحاجات السيئة جدا. يبقى رقم 3 تبقى يا جماعة؟ فيزيكال. في تنمر بدني فيزيكال طب قال له التنمر بقى اللي هو بالبدني ده بيكون ذا. طالما جاب لك ذا يبقى انت عايز ذا موست، ذا بتيجي مع موست على طول، ذا موست. ما كملش بقى الجمله كده، احنا فهمنا الدنيا ماشيه ازاي. تعال نبدا كده يا جماعه بقى نحل القطعه تحت. بسم الله، سمي الله كده يا جماعه، ولا اقول لكم حلوها انتوا. اللي هيحل القطعه دي صح وهيبعتها على الرقم ده على الواتس، نشوف اول واحد يبعتها على الواتس هياخد 50 جنيه.
طيب ايه الرقم اهو 011 525 13088 ده رقم الواتس بتاعنا، تقدر تكلمنا من خلاله، او 01000 56 54 30. ممكن تكلمنا على ده او ده لو انت حابب. لو انت حليت ده، اول واحد هيبعت لنا القطعه محلوله صح هياخد 50 جنيه. يلا يا عم نخش على الجزئيه اللي بعدها. الاختيارات اون فرايديز في ايام الجمعه بدري الصبح الشوارع بتكون فيري بيسفول. هو عايز معنى كلمه بيسفول. بيسفول يعني ايه يا جماعه؟ معناها امن صح. فين الامن في الاختيارات؟ هي كلمه كوايت دي. كيرفول دي فظيع. تيربل دي معناها فظيع برضو. كيرفول معناها حريص. فظيع. نويزي ضوضاء. يبقى انا عايز هي كوايت اللي هي الصح. عايز لاحقه عايزين كلمه تراديشنال دي نحط لها نهايه اسمها ايه؟ تراديشنال. حاجه كده تعني خدمات. اول ما يقول لك خدمات زي الكهرباء والغاز الطبيعي يبقى دي ايه يا جماعه؟ بابليك سيرفيس. دي طبعا خدمات عامه. فايند اوت. فايندنج اوت اكتشاف المعلومات الجديده عن الاشياء. ده بيعني ان ده اسمه ايه؟ ديسكفرينج. اكتشاف. اور سكول تيم مدرستنا كيم فيرست طلعت الاولى في تورنمنت في الجوله. هذا يعني ان احنا ايه بقى؟ شامبيونشيب. كسبنا البطوله. كسبنا البطوله. اللي بعده يا قلبي بيقول لك ايه في اللي بعده؟ بيقول الناس تستطيع الكوميونيكيت وتتواصل مع كل واحد في جميع انحاء العالم. ده يعني ان هم بيستخدموا ايه؟ سوشيال نتورك سيرفيس. الخدمات الالكترونيه بتاعت النت. الحكومه بنت مدرستنا الجديده نيكست سمر. هتبنيها ان شاء الله الصيف اللي جاي. طبعا هتبني ده في المستقبل. everything كل شيء الحمد لله arranged مترتب. طبعا arranged دي من الكلمات دالة على المضارع المستمر. فين الكلمات دالة على المضارع المستمر؟ arranged. يعني عايز مضارع مستمر الحكومه مفرد فنقول اس وهات الفعل ده نحط له ان جي is building. I think انا اعتقد الانجليزي بيكون ايه؟ ماده انا حبيتها قوي. طبعا ذا طالما في ذا يبقى انا عايز صفه درجه ثالثه. جود الدرجه الثالثه منها بيست. ذا بيست سبجكت افضل ماده. رشا مش شايفه امها منذ ما شافتش امها منذ ما اتولدت ما كان عندها 5 سنين. طبعا سنس يا جماعه من القواعد اللي بتاعت سنس دي بيجي بعدها ماضي بسيط وبيجي قبلها حبايبي حاجه اسمها مضارع تام. المضارع التام ده اللي هو بيتكون من حاجه اسمها هاف او هاس بلس تصريف تالت. طيب هنا بقى ايه؟ رشا يبقى انا عايز بقى ايه؟ hasn't seen. ليه نفين؟ عشان في نقطتين. الدرس بتاعنا الاولاني هيبدا الساعه 8. والله ده ميعاد. طالما في ميعاد يبقى انا عايز مضارع بسيط يبقى ستار تس. حط لها اس. كمال اخترع. لا دعانا انفاين. هنا بص يا جماعه في فرق بين كلمه انفنت وفي فرق بين كلمه انفايت. انفايت دي معناها يدعو. اللي فيها 2 اي كده معناها يدعو. اللي فيها اي واحده كده معناها يخترع. عشان بس ايه؟ الناس ساعات بتغلط فيها. طب هنا في 2 اي يبقى ده معناها يدعو. كمال ما دعاش ابن عمه في حفله زواجه الاسبوع اللي فات. طبعا ما دعاش وفي لاست الشهر اللي فات يبقى انا عايز ماضي. يبقى نقول didn't. النفي بتاع الماضي البسيط didn't والمصدر didn't invite. وبكده يا قلبي خلصنا الدرس الامتحان الرابع القليوبية. احنا قلنا هنحل امتحانين كل محاضرة مع بعض. يا ترى لو حد واقف مع اي حاجة ممكن يبعتها لنا على الواتس او يبعت لنا في الكومنتات تحت. يا مستر احنا مش فاهمين ديت، طب عايزينك تشرح لنا المرة اللي جاية قاعدة كذا. هنشرحها لك ان شاء الله بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.